اعتز وشرف لنا أننا نحتضن إخواننا اللاجئين الصحراويين اللي جاوا في أرضنا هاربين من الاحتلال والغزو تاع المملكة المغربية بعد القمع والبطش والتعذيب وضربهم بالنابالم والفوسفور من طرف قوات الاحتلال الاستعمارية تاع المملكة المغربية بإعانة من الجاكوار الفرنسي والقوات الاستعمارية الفرنسية الرسمية التي قنبلت هاد المواطنين العزل. بطبيعة الحال الجزائر النوفمبرية، الجزائر متشبعة بالقيم الأخلاقية الإنسانية وبحسن الجوار والأخوة والتضامن والتآزر، ولتمن بمغرب الشعوب فتحت بيوتها ودارها، لأن احنا عانينا من الاحتلال ومن الاستعمار ونعرف معنى اللجوء ومعنى التعذيب وخروقات حقوق الإنسان. فتحنا أبوابنا وأراضينا للإخوان يطلبوا النجدة لهربين من قتل والتعذيب، واستضفناهم فوق أرضنا. على ذكر هذا الشيء، مرتقب زيارة وزير الخارجية الأمريكي قريبا للجزائر في 10 من الشهر، ما هي القوة التي تقدمها هذه الزيارة للقضية الصحراوية؟ القوة اللي تقدمها هذه الزيارة هي إرادة الشعب الصحراوي ومقاومة الشعب الصحراوي وصمود الشعب الصحراوي وثبات الشعب الصحراوي في مواصلة كفاحه ونضاله حتى تغيير المصير وحتى الحرية والاستقلال. وكذلك هذه الزيارة هذه جاءت في وقتها، لأن راح توضع حد للتعنت تاع المملكة المغربية في عدم امتثالها الشرعية الدولية وفي تمردها على لوائح الأمم المتحدة، وكذلك ستوضع حد لممارسات اللا أخلاقية تاع المملكة المغربية وتاع ملك المغرب والقوات الاحتلال تاع المملكة المغربية في الأراضي الصحراوية المحتلة اللي يوميا تخرق خروقات حقوق الإنسان وتقمع المواطنين الصحراويين. ذنبهم الوحيد أنهم يناديوا بالحرية والاستقلال بطريقة سلمية ويناديوا بتطبيق الشرعية الدولية اللي أكدت وكرست هذا الحق. جميل جدا، خلاص، رائع رائع. كان غير عندنا